السلام عليكم. حاكم من أعدل الحكام اللي وجدوا في تاريخ العالم. الحاكم ده حكم مصر، أهان كل السفراء الأوروبيين، ووقف بناء سد في أثيوبيا. بعد الانتصار العظيم اللي حققه هذا السلطان المميز على الصليبيين والمغول، واللي جاء صداه كبير جدا على أرجاء المعمورة، لجأت بعده على طول مباشرة آه، الدول الأوروبية تبعت سفراءها لهذا السلطان العادل. جم لمصر 4 وفود. أول وفد جه من الإمبراطورية البيزنطية، فجاء بيحمل أثمن الهدايا السخية إلى السلطان، وطلب منه إن هو يعامله رعايا البيزنطيين اللي موجودين في مصر بالعطف والرعاية. وكان أجابهم السلطان وطمنهم، وأبرم مع السلطنة المصرية، أبرمت اتفاقية دفاعية تعتبر هي يعني من الأوائل المنظومات، ال- اتفاقيات حربية بين دولتين يمكن في العالم، وإن هما الدولتين يدافعوا عن بعض وكده. وده يعني انتصار سياسي قديم جدا. أما وفد روما فقد جاء من قبل البابا يوحنا الثاني، وكان معه الكثير من الهدايا النفيسة جدا في الزمن ده يا جماعة. ولاحظ المقريزي إن مصر ما جالهاش رسل من البابا من أيام الصالح نجم الدين، آخر سلاطين الأيوبيين اللي موجودين في مصر. ومن فرنسا جاء رسل الملك شارل الرابع معه الهدايا. أما وفد أثيوبيا فجاء من الحبشة في محرم سنة 726 هجرية 1325. فقد كان يحمل كتابا بيطلب بحماية الأقباط اللي موجودين في مصر وإصلاح الكنائس المخربة. وهدد بحاجة غريبة جدا يا جماعة، هدد بإن هو يسد النهر من الحبشة حتى ما يوصلش مصر نهائي. وهدد بإزالة كل الجوامع اللي موجودة في أثيوبيا. في الحقيقة يا جماعة إن السلطان ده سخر منهم سخرية شديدة جدا، وردهم إلى أثيوبيا أو الحبشة بفشل. وفي نفس الفترة دي جلس على عرش فرنسا ملك تاني اسمه فيليب السادس. هدد السلطان تهديد شديد، وإن هو لازم يحترموا رعاياه الفرنسيين اللي موجودين في الدولة المصرية والمسيحيين اللي موجودين في مصر ويديهم حقوقهم، وإلا الملك فيليب هيحتل القدس تاني وبلاد الشام. وجا الوفد ده من 120 راجل، استهزأ بيهم السلطان استهزاء شديد جدا جدا جدا، كما فعل مع الإخوة الأثيوبيين الحبشيين. وكان السلطان ده يا جماعة حريص شدة الحرص على أن تكون علاقته بكل العالم مميزة جدا، نظرا لعدل الملك ده، عدله الشديد، ونظرا لأن مصر في الوقت ده كانت قوية، كانت قوة عظمى، كانت قوة عظمى بكل معاني كلمة قوة عظمى، كانت مسيطرة على الشرق والغرب، وكانت بتحب السلام والهدوء. مصر طول عمرها بتحب السلام والهدوء. واسمع مني القصة الغريبة دي. فقد قدم البريد الوارد من جزيرة خيوس، وهي جزيرة مشهورة بالسمغ عند الفرنسيين، إن هم أسروا بعض رعايا السلطان. وقد دفع الفدية ملك عاصمة أرمينيا كانت في الوقت ده اسمها سيس، 66,000 دينار عشان يفتدي الرعايا المصريين. السلطان آه، ولكن لم يتم دفع الفدية.
لأن السلطان الشجاع ده أمر والي اسكندرية ووالي دمياط بالقبض على كل التجار الفرنسيين الموجودين في السلطنة ومصادرة كل ما معهم من تجارة وأموال، وما تمش الإفراج عنهم غير لما بقى حضر قصة جميلة. حضر تاجر كبير جدا من جنوة، وكانت بينه وبين السلطان علاقة قوية زي اللي موجود دلوقتي بين الملوك والأمراء ورجال البيزنس يعني. كانت في علاقة قوية جدا بينه وبين التاجر الكبير، أكبر تاجر في جنوة. آه، فتم فك أسر جميع الرعايا المصريين، ونجح بمنتهى الذكاء إن هو ولا يدفع فلوس، وهيبة الدولة تبقى موجودة. وده خلى ليه في العالم هيبة واحترام في كل مكان في أرجاء المعمورة. وقصة بقى يعني عجيبة جدا حدثت. آه، قافلة عراقية كانت رايحة تحج، وطلع عليها عرب من عرب البحرين، أخذوا كل ما في القافلة وساوموهم، لا ياخدوا 300 ألف دينار مقابل إن هم يحرسوهم، لا ما ياخدوا كل اللي معاهم. فوافقوا. وهم ماشيين القافلة دي قالت لهم إن إحنا معانا أمر من السلطان العظيم، ده مكتوب بأمر السلطان بالسير إلى الحج. تخيلوا يا جماعة، رجعوا لهم الفلوس تمن الحراسة دي، وفضلوا معاهم لحد ما ودوهم مكة. شوف مدى ولما التأثير. علم السلطان الأسطوري ده بالقصة دي فرح شديد جدا يا جماعة، وكافئ عرب البحرين، بعت لهم مكافآت سخية جدا 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 لأهلنا في البحرين. السلطان الأسطوري ده تمتع بثقة وتقدير واحترام الشرق والغرب، واستعانوا بنفوذه وتأثيره العظيم. ومن هنا كانت القلعة يا جماعة اللي احنا فيها دي كانت أهم مكان في العالم بيلتقي فيه السفراء الأوروبيين حاملين الهدايا من ملوكهم وأمرائهم لهذا السلطان العادل. وكانت يا جماعة للعلم كانت الخطبة بتقام للسلطان ده في طرابلس وفي اليمن وفي العراق وفي الشام. وفي الآخر يا جماعة مضطر أقول على اسمه إن هو ناصر محمد بن قلاوون. وده راجل صاحب نفوذ سياسي واقتصادي على كل العالم في القرون الوسطى. من أجمل ما في السلطان الناصر هو حبه إلى الهدوء والخير، وده طبع المصريين، وعدم ظلم أي إنسان في العالم. وده سلطان أسطوري. وأنا يعني كده بنظرتي البسيطة كده للتاريخ أرى إن اللي بينتهجوا كل دول العالم المتقدمة في عصرنا الحالي انتهجوا آه، السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم آه، حصل في عهده كوارث كتيرة جدا. زي ما قلت لحضراتكم 3 مرات اتشال من على الحكم، وبعد له رجع تاني الحكم. حصلت مجاعات في مصر. حصلت حاجة غريبة جدا في مصر في عهده، إن فنار اسكندرية اللي هي كانت من عجائب الدنيا السبعة، وقعت سنة 1303 هجرية نتيجة حصول زلزال قوي جدا في جزيرة قبرص. الحقيقة إن قصة السلطان ده قصة أسطورية بكل معاني كلمة الأسطورية للجميع. ده تاريخ مصر. ودي صورة المنارة في كتاب عربي، وصورة المنارة اللي المفروض تكون عليه، ورسم الأوروبيين للمنارة. حصل طبعا حروب وحاجات كتيرة جدا، وإن شاء الله هنكمل مع للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير. جمال المغازي.